هنعمل اللي مخلصين عليها فلوسنا، وخلاص الاجازه جايه واولادنا عاوزين ياكلوا من بره، فهنعملها لهم في البيت احلى من بتاع المطاعم بكتير. هنجيب معلقه كبيره من توابل الفراخ، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، معلقه اي توابل انت بتحبها للفراخ حطيها، مفيش اي مشاكل. بس انا حطيت اللي انا قلت لك عليهم دول، وربع كوبايه زيت يعني 3 معالق زيت. وهنجيب كيلو فراخ بانيه مقطعينه شرايح زي اللي هي تقطيعه الشاورما زي ما انت شايفه. ونقلبهم مع بعض، ويا ريت نسيبهم حوالي نص ساعه ساعه، ولو سبتهم ساعتين يكون احسن، او لو مستعجله مفيش اي مشاكل خالص، نص ساعه عقبال بس ما نجهز التجهيزات بتاعتنا تكون خدت راحتها واتبلت جدا. هنعمل البطاطس بتاعتنا يا جماعه بنفس التتبيله اللي عملناها للفراخ هي اللي هنحطها للبطاطس. والبطاطس دي انا مش هحمرها، انا هشويها في الفرن، وهتبقى صحيه وجميله جدا. وهنحط عليها زي ما انت شايفه معلقتين زيت مش اكتر. وبعد كده هنقلبهم مع بعض على صينيه كبيره او الصاجه بتاعه الفرن، ونفردهم بس ما يبقوش فوق بعض. حاولي تفرديهم زي ما انت شايفه كده عشان تشوي معاكي بسرعه وتبقى جميله. وهنعمل التوميه بقى جميله جدا. هنجيب معلقتين نشا كبار وعليهم نص كوبايه لبن او لبن على ميه، ونقلبهم مع بعض على النار زي ما انت شايفه لحد ما تبقى معاكي زي المهلبيه. بتبقى جميله جدا جدا جدا، احلى من بتاع المطعم. ومعاكي كبه او خلاطه او هاند بلندر، هنجيب نص معلقه ملح، طبعا الملح على حسب ما انت تحبي، وفصين توم مهروسين، وربع كوبايه زيت زي ما انت شايفه اللي هم 3 معالق و3 معالق لبن. وهنضربهم مع بعض في الكبه. لو احتاجت مننا لبن نزيدها لبن تاني لحد ما توصل للقوام اللي انت بتحبيه، حبه تقيل تمام، حبه خفيف تمام. انا لقيتها تقيله جدا زودتها كمان ربع كوبايه. فلو انت هتاكلها على طول خليها بالقوام ده، لو انت هتسيبيها تاني لا خففيها عن كده، لان كل ما بتقعد معاكي كل ما بتتقل. بس بتبقى تحفه جدا جدا جدا، بتبقى احلى من بتاع المطاعم بكتير. والكاتشب انا عاملاه، ولو انت عاملاه في البيت ولو انت حابه الوصفه اكتبي لي بس في تعليقات كاتشب وانا انزل لك بالطريقه بتاعته، بس عشان ما اطولش عليك الفيديو حبيبه قلبي، بس هو سهل جدا جدا جدا. هنبتدي بقى نعمل الشاورما بتاعتنا. هنجيب جريل او طاسه او اي حاجه انت بتعملي فيها، تسخنيها كويس، تنزلي عليها بالزيت بتاعك وتحطيها على النار، بس تكون سخنه جدا، ما تقلبيش فيها. انا بحاول بس افردها عشان كل حته قطعه من الشاورما تكون ملامسه الطاسه بتاعتي زي ما انتوا شايفين لحد ما تغير لون. واول ما تغير لون ابتدي ان انا اقلبها اهو زي ما انتوا شايفين. اول ما ابتدت غيرت لون معايا فانا كده قلبتها، بتبقى فظيعه. ولو انت معايا لحد هنا ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناه، واعملي لي يعني اعملي لي كومنتات حلوه كده، اكتبي لي كومنتات حلوه زي قلبك. ولو انت عاوزه اي طريقه او اي وصفه اكتبي لي وانا هعملها لك على طول. هبقى نكمل بقى وصفتنا. هبقى مقطعه بصل شرايح، ممكن حابه تحطي لها بس عشان اولادنا طبعا يا حبايب قلبي مش بياكلوا الخضار، فبنحاول نحطها لهم في الاكلات اللي هم بيحبوها. قطعه مثلا على الكيلو بصلايه كبيره او متوسطه، وفلفلتين، واحد لون احمر واخضر، وما عندكيش الوان حطي اخضر بس بيبقى جميل جدا جدا. وبعد كده هنجيب عيش الشاورما او عيش الصاج زي ما بيسموه. برضو لو عاوزين طريقته اكتبولي، انا عملته في البيت. بس انا بقول لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس اكتبولي بس وحمسوني وانا هعمل لكم كل حاجه حلوه. هنعمل دهنه توميه، والبطاطس اللي انا عملتها معاكم طلعتها زي ما انتم شايفين وجميله جدا جدا. زي ما انتم شايفين بلفه بطريقه سهله جدا، وهعمل كله بالشكل ده. وعلى الجريل او على طاسه هنديله تبصيمه من الناحيه دي وتبصيمه من الناحيه دي، هيبقى تحفه 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 بجد يعني. ولو انت معايا يا ريت بس ما تنسنيش في اللايك يا حبايب قلبي. ولو انت لسه مشتركتش اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد يا قلبي. تمام. وكان مقرمش جدا جدا جميل جدا. الاولاد واصحابهم كانوا بيقولوا لي واو يا ماما تحفه جدا يعني، مع كوبايه حاجه ساقعه اللي انتوا عارفينها، وادي الكاتشب اللي انا عاملاه، وادي التوميه وانا قدمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان دي البطاطس اللي انا حشوتها معاكم. وكان في اصحاب الاولاد عندي كانوا بس مش حابين البطاطس المشويه قوي، بس هي بتبقى جميله جدا جدا. حمرت لهم كمان طبق بطاطس تاني محمره هتشوفوه معايا دلوقتي.
وهي جربوها والله العظيم مش هتندموا. احلى من بتاع بره، واحلى من كفايه ان انت عاملاها في البيت، مضمونه ونضيفه جدا. دي البطاطس المحمره اللي انا بقول لكم عليها، وده قوام الكاتشب بعد ما برد معايا كان جميل جدا جدا جدا. بصوا عملت بكيلو فراخ قد ايه شاورما، يعني هتوفري